الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. من مقاصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. التفسير: سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد الله وعباده وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي 7 المثاني. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى، متبركا بذكر اسمه. وقد تضمنت البسملة 3 من أسماء الله الحسنى، وهي الله، أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم، أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من يشاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. الحمد لله رب العالمين. جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال، وهي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. العالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى.